اهلا وسهلا ورمضان كريم عليكم وحلقه جديده من حريف عربيات، ومعانا 2 اساتذه وحريفه عربيات. نتعرف باسم حضرتك يا استاذ. انا اسمي شادي منير. ممكن تسلم عليا؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ شادي؟ الله يخليك. اهلا باسمك. عمرو عامر. عمرو ايه؟ عامر. عمرو عامر واستاذ شادي. دلوقتي احنا هنبتدي مع بعض الفقره الاولى. جاهزين؟ جاهزين. مسابقه بين 2 عملاء الاي جي سي اوتو، اللي هيجاوب على اكبر عدد من الاسئله هيكسب شنطه فيها 30,000 جنيه. الفقره الاولى بنبتدي نقول لبعض على اسئله، واللي بيكون جاهز بالاجابه بيدوس على الجرس، تمام. واللي بيسبق هو اللي بيبقى ليه احقيه الرد، ولينا محاولتين. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الاول: ما اول شركه استخدمت حزام الامان في السيارات؟ مرسيدس. اجابه غلط. لو هتجاوب دوس على الجرس، وانت لو عندك اجابه تانية ممكن تدوس على الجرس. تمام. فولفو. فولفو اجابه صح من استاذ شادي. ونخش على السؤال اللي بعده. شركه فرنسيه شهيره ومشهوره في الشعار بتاعها بشعار الاسد. بيجو. بيجو اجابه صح الاستاذ شادي. ونخش على السؤال اللي بعده. ايه هي وظيفه البوجيهات في المحرك او الموتور؟ اشعال المحرك، اشعال الفتيل لتشغيل المحرك وحرق الزيت. صح، الاشعال للبنزين. صح. نخش على السؤال اللي بعده. ما هو نوع السياره التي اطلق عليها 28؟ فيات. فيات 28 صح. نخش على السؤال اللي بقى. خليك قريب من الجرس عشان يبقى في تناوب. ما هي الشركه التي تنتج سيارات التوسان؟ هونداي واجابه صحيحه. نخش على السؤال اللي بعده. ايه هي البلد اللي بتصنع عربيات الرينو؟ استاذ شادي الاول. فرنسا اجابه صحيحه. السؤال اللي جاي هيكون صعب، نركز. انهي بلد اللي بتصنع سيارات سكودا؟ سؤال صعب. فرنسا. فرنسا اجابه خاطئه. هي سكودا ملك فولكس فاجن دلوقتي وفي المانيا. ألبانيا إجابة صح، ولكن هي كانت بتصنع في التشيك، بس فعلا تم امتلاك فولكس فاجن للشركة. نخش على السؤال اللي بعده. وما هي أول سيارة تم تجميعها بالكامل في مصر؟ كانت جاية والله. مش مشكلة لو حضرتك هتجاوب. فيات 28 في مصنع نصر. النصر بس مش 128. 31 في مصنع نصر. هي في مصنع نصر اللي هي كانت النصر شاهين 1100. ما اعرفش ال1000. مش مشكلة، بس يعني للأسف هتبقى إجابة خاطئة. ماشي. نخش على السؤال اللي بعده. وسيارة يابانية بيتم اسمها دارج في السوق المصري سيارة بوما. ايه الماركة بتاعتها؟ ميتسوبيشي إجابة سليم. سيارة يطلق عليها اسم الخنفساء. هي 127. 127 إجابة خاطئة. الفولكس فاجن اللي هي الفوبوشيت. خنفساء صح. فولكس فاجن إجابة صحيحة. وبكده تبقى انتهت الفقرة الأولى. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، والفقرة الثانية بتكون عبارة عن أسئلة ولكن بتكون تحدي سرعة. يعني هسأل سؤال والمفروض تقدر تجيب إجابة السؤال ده وخلال الجرس برضو، بس في 20 ثانية فقط. أنا أضرب الجرس؟ هتضرب الجرس لو عارف الإجابة وتقول ده في 20 ثانية فقط. ماشي. جاهزين؟ ماشي. السؤال الأول: اذكر 3 علامات تبدأ بحرف الميم. مازدا وميتسوبيشي مايباخ مرسيدس. يعني
مرسيدس تمام. كده السؤال الاول لاستاذ شادي صح. السؤال اللي بعد، اذكر 4 علامات تبدا بحرف الشين. شنغان، شيري، ناقص 2 بس. ثلاثة. أنا قلت 2. ماشي، ناقص 2 كمان. يلا عشان تمام. التايم 20 ثانيه. تايم استاذ شادي. شنغان وشيري ووش. شنغان وشيري مش عارف والله، يعني مش مركز في السؤال. انا على فكره افتكرت 4 علامات بحرف الشين. انا افتكرت ان هاخد سؤال تاني. شنغان وشيري كده تايم، والسؤال ده بيروح مش لحد خالص. وشيري وشنغان وشوفورليه وشاومي، في حاجات تانية بقى. شاومي هي اللي لخبطت الدنيا. السؤال اللي بعده، اذكر 3 عربيات بحرف السين. سيات. سيت. ايه تاني؟ 3 بس. نتاص. واحدة صح. ايه سكودا. تايم استاذ شادي. سيات وسكودا وسوبارو. سيت، سكودا وسبارو. السؤال بيروح لاستاذ شادي. نخش على السؤال اللي بعده، اذكر 3 سيارات ايطاليه تشتهر ان هي رياضيه. فيراري لامبورجيني تمام. ايه تاني؟ دايما اخدت يا اخر واحده، انت آه. الثالثه معاك دي. ايه تاني؟ يا رب. ايطاليا، لامبورجيني تايم. فيراري ولامبرجيني مش بورش، اعتقد بوجاتي. فيراري ولامبرجيني مش بورش. هل بوجاتي ايطاليه؟ هنرجع للفار. وبعد ما رجعنا للفار، اجابه فعلا صحيحه، والسؤال بيروح لاستاذ شادي. ونروح للسؤال الاخير في الفقره الثانيه، اذكر 4 حاجات موجوده في كبوت العربيه. البطاريه وقربة المساحه والرادياتير والتكييف. صح، ال4 حاجات فعلا صح يا استاذ شادي. وكده تبقى انتهت الفقره الثانيه. ودلوقتي الفقره الثالثه والاخيره في حريف عربيات. وهنا كل واحد بيسحب كارت، ومن خلال الكارت ده ليك سؤال علشان تعرف الكارت اللي معاك العلامه بتاعت العربيه اللي فيه ايه، والعكس سليم. اتفقنا؟ طبعا. اتفضل ابدأ يا أستاذ عمرو. العربية صيني. يعني العربيه بتاعت الصيني لا. السيدان. في منها سيدان وفي منها اس يو في. المشهور منها يعني. لا كله مشهور. طيب عربيتي ياباني. لا. رخيصة. يعني في نفس رينج الصيني. مم. طيب عربيتي كوري. لا. ماشي. طب العربية نوع شنغان. لا. طيب عربيتي اوروبي. فيراري. لا. بقالها كتير في مصر. من بداية الصين. عربيتي فرنسي. لا. العربية BYD. لا. العربية اللي معايا ألماني. العربية طب نزل منها كهرباء في مصر. أيوة بس مش منتشر. عربيتي BMW. ايوه صح. BMW. أستاذ شادي بيجيب الكارت الأول صح، ونخش على الكارت الثاني. ابتدي الأسئلة يا أستاذ شادي. عربيتي صيني. لا. عربيتي ألماني. لا. عربيتي كوري. لا. عربيتي صيني. طيب عربيتي مرزق بالصين. عربيتي أوروبي. عربيتي لسه نازلة مصر جديد.
لا موجودة لا. طيب عربيتي فيراري؟ لا. عربيتي شنجان. شنجان اجابه صح. برافو عليك. اخيرا والكارت برافو عليك. الكارت الثاني استاذ عمرو جاوبه صح، ونخش على الكارت الاخير. اسال يا استاذ شادي. استاذ عمرو. عربيتي صيني. لا. عربيتي طيب عربيتي أوروبي؟ عربيتي مشهورة بالكهرباء. لا هي مشهورة بالعادي، لا بالبنزين يعني، مشهورة بالحرق العادي. عربيتي عربية رياضية؟ عربيتي جاك. لا. عربيتي رياضية. فيراري؟ فيراري صح. استاذ شادي بيجيب الكارت الاخير، وعربيه استاذ عمرو كانت كيه. كده بنكون خلصنا الفقره الثالثه، ودلوقتي هنعلن عن السكور للفائز. ولحظه اعلان الفائز وهو استاذ شادي، والف مبروك الله لحضرتك يبارك فيك كمان. بسكور 15-1. وهارد لك ليك يا استاذ عمرو. الحمد لله. باذن الله في مجالات كتيره جدا، ممكن لو اتقابلنا في مسابقه تانية كان استاذ عمرو كسب. طبعا. بس الف مبروك ليكم كلكم، ونورتونا، وكل سنه وانتم طيبين. الله يخليك، شكرا. وبكده استاذ شادي يبقى كسب معانا المفتاح ده، والمفتاح ده بيفتح الشنطه دي، فحضرتك افتحها، والف مبروك عليك قدام الكاميرا علشان نشوف حضرتك كسبت ايه.